هو على الموعد. السلام عليكم. الأستاذ عبد الأمير الشمري وزير الداخلية، وأدخل بالمباشر يعني عندك واجب، لكن صراحة نشاط في دائرة المرور الجنسية، هذه الدوائر اللي إلها تماس مباشر ويا المواطن، شو محضر لها بالإضافة إلى المخدرات؟ شكرا جزيلا لزيارتك وبرنامجك الناجح. الله يقوينا ان شاء الله ونقدر انه نخدم الناس ونسهل الاجراءات. طبعا احد اهداف هذه الحكومه هي تبسيط الاجراءات الاداريه وتقليل الروتين، وان شاء الله هذا نسعى بادخال القضايا التقنيه والفنيه. نسال الله تعالى انه يقوينا لخدمه هاي الناس وخدمه مواطنينا الكرام. سيادة الوزير، من قيادة العمليات المشتركة إلى وزارة الداخلية هناك فرق في تكنيك العمل. طيب كيف راح تجيب عملك من المشتركة إلى الداخلية؟ هذا النشاط كان يحسب لك. أكثر الأمور هي تقريبا يعني موجودة كانت في قيادة العمليات المشتركة. أنا مو بعيد عن الحدود، مو بعيد عن قيادة ضباط الشرطة الاتحادية، مو بعيد عن الحوادث اللي تصير في المحافظات وفي بغداد. وزارة الداخلية طبعا بها جانب خدمي، بها جانب أمني، بها جانب عسكري، وهذه الجوانب طبعا كلها تصب في تحقيق الأمن وخدمة المواطنين. سيادة الوزير، عندك فكرة لإشراك الإعلام، الناس، الرأي العام في الرأي والقرار؟ عندنا المكتب الإعلامي، عندنا مديرية العلاقات والإعلام ضمن يعني منهاجنا وأولوياتنا أنه يكون الإعلام عين لنا في ملاحظة السلبيات وإخبارنا. وحقيقة يعني خلال اليومين الماضيين كثير من المناشدات وصلنا لها وتحقق بها شيء، تحقق بها إنجاز ورفع معاناة. سيد وزير الداخلية أستاذ عبد الأمير الشمري، أنا ممنون منك. شكرا.